ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعوديه، رجع مصر لا رمضان ما خلص، فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لا رمضان ما خلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجه حاجه يعني. ايه راي الشرع في راجل عجوز خلع سنانه وضروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلاق يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلاقه اللحيه حرام، رحت معلق يا اسطى عندي في المحل ممنوع حلاقه اللحيه، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20 30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشرع بعيد عن ال70، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبها. اضربوهن. لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر. ما حكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر، ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي يجاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحه. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح